السلام خوتي المغاربه، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. اليوم غنذكروا على الماتش اللي وقع بين المنتخب المغربي الاولمبي والمنتخب الاسباني الاولمبي. وباش نحطوا نكونوا في المستوى ديال التحليل الكروي والنفسي الى اخره. فالمنتخب الاسباني ربح المنتخب المغربي، ما ربحوش كرويا ولا رياضيا. انا نقول لك باش ربحوا بالكاس لايتين، ربحوا نفسيا. المعركه امام المنتخب الاسباني الاولمبي خسرها المنتخب المغربي الاولمبي في عقله، خسرها في عقله وفي الجسد ديالو داخليا، قبل ما يخسرها في التيران في اللحظات الاخيره ديال المباراه. فباش نكونوا هذا المنتخب الاسباني دخل عطى العصا في الاول، عطى العصا وحكم مسكين كلا العصا وخرج وتبدل. ما عمرها كانت سابقه هذه في تاريخ كره القدم تطرات اليوم. داروا الكاس لايتين المغاربه. والمنتخب واخا ماركا في ذاك الوقت في الشوط الاول وجا البينالتي رحيمي وكذا، ولكن اللعابه تدهشروا، اللعابه فقدوا التوازن النفسي ديالهم. ومع احتراماتي للسكيتيوي، خويا السكيتيوي المدرب المغربي الكوف المتميز اللي وصل نصف النهائي، راه حقق انجاز في حد ذاته. في هذا الماتش ديال المنتخب الاسباني مع المنتخب الاسباني اخويا سكيتيوي، خفتي اكثر من اللازم في الخيارات التكتيكيه ديالك ولا في طريقه اللعب. خفتي اكثر من اللازم، احترمتي المنتخب الاسباني اكثر من اللازم. وهادشي وتنعذرك، راه هادشي انساني. واللعابه ديال المنتخب الاولمبي المغربي انا تنعذر ربي، تنعذرهم رغم ان العديد من المغاربه تنرفزوا وكذا، تنعذرهم لان مساكن كاين واحد الضعف نفسي اللي استغلوه المنتخب الاسباني وداروا كاس لايتين. صحيح داروا، راه عندي فيديو على الكاس لايتين في القناه يوتيوب ادريس حقيق حكي كون فرونسي وروبرتو اف ام باجديو في الفيسبوك. فهذه وكاين واحد المساله سمحوا لي الام ديالي تتصل بيا من السجن تيفلت. الو السلام عليكم، كي دايره الشريفيه؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ ان شاء الله كوني هانيه صافي. كوني هانيه الله يحفظك لاله مينا، الله. فباش نكونوا هذا صريحين، كما قلت لكم انا المدرب سكيتيوي خاف اكثر من اللازم. وكاين شي امور تيهضروا عليهم المغاربه في مواقع التواصل الاجتماعي. قال لك اودي سيدي باللي راه الركراكي هو اللي كيعطي التعليمات للسكيتيوي، وجبدوا ليه صوره ديالو من المدرجات وانه راه معاهم وكذا، وباللي راه هو اللي كيعطي التعليمات للسكيتيوي. والركراكي باش نكونوا صريحين تعرض لعده انتقادات من المغاربه، قالوا ليه ما قديتي تربح حتى موريتانيا. هذو المغاربه تيهضروا، هذا الراي الشعبي المغربي. خصنا نسمعوا شويه للمغاربه وتكون عندنا الاذان كما قال الحسن الثاني المدينه سلا في الخطاب 92، الاذان ديالي تكون تنصت للسكان ديال المدينه. خاصنا نتصنتوا المغاربه اش تيقولوا ونشوفوا واش داكشي صحيح ولا ماشي صحيح. قال لك اودي الركراكي هو اللي كيعطي الاوامر للسكيتيوي. فانا عبد ربي انا ما عرفتش الحقيقه، ولكني كنت سائل الا كان هذا الشيء صحيح. دابا واش هذا الشيء صحيح ولا لا؟ ولكن الا هذا الشيء صحيح، الا الركراكي هو اللي تعطي الامور للسكيتيوي، واش هذا الشيء معقول؟ انا تنسالت وسائل المسؤولين الكرويين والمثقفين الكرويين في مجال كره القدم وهذا، واش هادشي كاين في شي دوله اخرى ان المدرب ديال المنتخب الكبير هو اللي تعطي الاوامر للمدرب المنتخب الاولمبي؟ هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه سيدي، وقالوها تيقولوها المغاربه وهادشي سمعتو في القهوه، قال لك اودي عصام الشرعي، قال لك المدرب السابق ديال المنتخب الاولمبي المغربي واللي حقق نجاح ونجح في كاس افريقيا، قال لك اودي علاش صيفطوه؟ قال لك اودي لانه ما عرفت واش الركراكي عطاه شي اوامر ولا بغى شي لعابه من المنتخب الاولمبي. وقال لك اودي عصام الشرعي رفض ليه، وتما باش انهم تراو على عصام الشرعي. على قول الله اكبر، هادشي تيقولوه المغاربه. وهادشي خصنا نطرحوا فيه الرقابه ونسولوا ونبحثوا على هادشي هذا. وهادشي اللي كاين المغاربه راه تقلقوا بزاف. وكما قلت لكم اسبانيا لعبوا بواحد الكاس لايتين صحيح، والمنتخب اللاعبين المنتخب الاسباني لعبوا بواحد الطريقه انهم تيحقروا المغاربه، تضربوهم بواحد صراحه.
وهادشي اللي كاين. والشكر للمنتخب المغربي، راه ديجا وصل نصف النهائي، راه كتبقى نتيجه يعني محترمه في الاولمبياد. وشكرا جزيلا لجميع المغاربه.